السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. كل الناس محبين الاكلات الايطالية وخاصة المكرونة بالسي فود، يبقى الفيديو ده مهم جدا ليهم. حتى اللي بيحبوا المكرونة بالجمبري او المكرونة بالمأكولات البحرية برضو هيهمهم الفيديو ده جدا جدا. شايفين الجمال يا جماعة؟ انا الطبق ده بروح اكله في مطعم ايطالي في وسط البلد بمبلغ كبير، وطبعا بعد الزيادة الاخيرة في الاسعار بقى سعره عالي جدا. انا بقى دخلت المطبخ عند الشيف واتعرفت عليه وصورت كمان فيديو معاه واتعلمت منه بيعملوا ازاي. طبعا في اختلافات، انا هنا حطيت التاتش بتاعي، لكن هو بيعمل بطريقة مختلفة وهقول لكم عليها واحنا شغالين. بيبقى عنده بلح البحر، بيبقى عنده كابوريا كمان، بيحطهم مع الكاليماري والجمبري. ما بيحطش سمك فيليه، انا هنا حطيت سمك فيليه. وكمان خدت منه جزء كده وحمرته صوابع زي ما انتم شايفين كده. تحفة جدا جدا. مش قادره اقول لكم بيبقى طعم قد ايه، طبق جميل ومغذي وسهل وخفيف في الهضم. يعني مش قادره اقول لكم حلاوته قد ايه. لو اول مره تشوفوني، انا شيف غدا مصطفى ودي قناتي. اتمنى تنزلوا تحت الفيديو اعملوا لي اشتراك في القناه او سبسكرايب وفعلوا الجرس واختاروا الكل علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وكمان ما تنسوش لايك وشير للفيديو وكومنت حلو منكم. هنا معايا قطعة سمك فيليه كبيرة 600 جرام، انا شارياها كده من السوبر ماركت، بتبقى في كيس كده مغلفة. 600 جرام. ومعايا صبيط، القطعتين الكاليماري اسفة. قطعتين كاليماري حوالي 800 جرام، خدت منهم قرطاس واحد والتاني عندي في الفريزر لأكلة تانية. هنا السمك شطفته وعصرت عليه ليمون وسبته 10 دقايق وبعدين شطفته ونشفته. ومعايا كمان كيس جمبري. هنا الكاليماري انا خدت منه واحد بس، قرطاس واحد. شطفته كويس جدا، شلت الغلاف البلاستيك الشفاف اللي بيبقى عليه ده وفتحته من النص وقطعته صوابع زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تقطعوه صوابع طويلة او صوابع صغيرة كده. شايفين هنا في حجمين، حجم كبير وصغير. والجمبري ده كان كيس 450 جرام او 400 جرام تقريبا. فتحته، خدت خط الظهر منه اللي هو الرمل ده وعصرت عليهم ليمون وبس. التتبيله بقى المميزه سهله: قرنين فلفل اخضر رومي مع قرن فلفل احمر شطه مع معلقه كبيره ونص توم مفروم ومعلقه ملح، معلقه كزبره، معلقه كمون، معلقه بابريكا. تقدري تحطي شطه كمان لو عايزه. وهنعصر ليمونه كبيره او ليمونتين صغيرين. بعد ما ضربتهم الفلفل في الكبه حطيت التوابل وعصرت الليمون. وكمان بقيت الفلفل اللي كان في الكبة حطيت عليه معلقة كبيرة مليانة خل كده ونزلت البواقي على التتبيلة دي، الخل ببواقي التتبيلة اللي كانت في الكبة. حطيت بقى 3 معالق كبار مليانين من التتبيله دي على السمك بعد ما قطعته قطع، وقطعت كمان الكاليماري والجمبري وهسيبهم مركونين حوالي ربع ساعه على ما نعمل تسبيكه الطماطم. في المطعم بقى بيعمل كل الخطوات دي بس طبعا ما بيتبلش، بيقطع الحاجه بس. بيجي بقى التتبيله بياخدها منين؟ بيبقى سالق جمبري، بيبقى سالق اسفه قشر الجمبري او الجمبري المتكسر عنده مع كابوريا، وبيبقى سالقهم بياخد المية بتاعتها بيزودها على الطماطم. هنا انا جبت 3 معالق كبار مليانين زيت معاهم معلقة كبيرة توم مفروم ناعم. هشوح لحد ما التوم ياخد لون اشقر خفيف. بعد ما ياخد لون اشقر خفيف هنزل بمعلقه صغيره من الكزبره، والثوم والكزبره يا جماعه توأم، لازم بيتحطوا كده مع بعض بيطلعوا ريحه حلوه. يلا بقى لايك وشير للكزبره والثوم مع بعض، يبقى اللايك للثوم والكزبره ليها شير. يلا بقى. هنا نزلت بالطماطم المعصوره وانا هنا عامله كميه كبيره مع مكعب مرق اهو. كمية كبيرة لان انا هعمل مكرونة، هاخد نص الصلصة دي مكرونة هتتاكل جنب حاجة تانية، جنب كفتة لبنتي اللي ما بتاكلش السي فود. هنا بقى هحط ملح وهحط سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة فلفل اسود ومعلقة بابريكا كده تعزز اللون وتديله ايه طعم تدخينة حلو. لحد هنا دي كده صلصة طبيعية جدا لأي نوع مكرونة، تعمليها جنب كبدة، جنب كفتة، جنب لحمة، جنب فراخ. دي صلصة المكرونة العادية جدا. هاخد بقى هشيلها خالص بعد ما اتسبكت كده خالص، هشيلها على جنب ومكانها في نفس الطاسة. والله ما غسلتش الطاسة، حطيت معلقتين او 3 كبار زيت
وحطيت معاهم معلقه توم مفروم زي ما انتوا شايفين كده. وهتستغربوا انا هنا التوم دايما استخدمه مفروم، لان انا بجيبه وقت التوم ما بيطلع واخزنه، بشيله مفروم في الفريزر في برطمانات، فدايما متواجد عندي التوم المفروم. انا مش عايزه التوم ده يغير لونه ولا حاجه، انا عايزاه يبيض ويبقى شفاف زي ما انتوا شايفين كده مستكاوي. وهنزل عليه معلقه صغيره، مش بقول لكم توأم مع بعض، لازم يتحطوا مع بعض ويطلعوا ريحه جميله جدا. لايك وشير للتوم والكزبره تاني يلا عشان افكركم. بصوا بقى، بعد ما ريحه التوم بالكزبره كده تطلع على طول، يكون بقى النار عاليه، ما تغلطوش غلطتي. وهقول لكم دلوقتي عملت ايه. هنزل الكاليماري بالتتبيله اللي عليه كده على طول. طبعا انتوا شايفيني في الطبق التتبيل كنت حاطه كل حاجه على جنب لوحدها عشان يبقى سهل انزلها لوحدها. هنا خدت الكاليماري على طول بالتتبيله بتاعته، ولازم تبقى النار عاليه عشان ما ينزلش ميه. للاسف بقى هنا ما كانش في حد موجود الا انا، والباب خبط. اضطريت طبعا اوطي النار واروح اشوف مين اللي على الباب. فرجعت بقى خدت راحتي كده شويه مع الضيف اللي كان عندي على الباب اللي كان واقف. وبعدين عملت ايه بقى، نسيته يعني حوالي 3 4 دقايق كده على ما رجعت له. طبعا كان جاب شويه ميه كده، سبته يشربه على نار عالية. الكاليماري ما بياخدش اكتر من 6 7 دقايق، 8 دقايق بالكتير بيكون استوى. بعد 6 دقايق تقريبا ننزل بقى. انا نزلت هنا الجمبري وقطع السمك الفيليه، وبنزلهم مع بعض لان هم نفس مدة التسوية. ومعاهم طبعا حطيت معلقة كبيرة من التتبيلة بتاعة الفلفل اللي احنا كنا عاملينها، ورشيت هنا رشة فلفل اسود مع طبعا تظبيط الطعم بقى. حطيت شوية ملح كمان، كان ناقصه شوية ملح. حطيت معلقة صغيرة مع نص معلقة فلفل اسود، وقلبت. هقلب حوالي 6 دقايق كمان. وبعد ما احس ان الجمبري خلاص استوى هو والسمك كده، خلاص الكاليماري استوى تماما. الجمبري بعد ما دخل في السوا واستوى هو والسمك، نزلت جزء من الطماطم المتسبكة، ولازم اسيبهم ياخدوا غلوة او غلوتين مع بعض عشان الطماطم ما تبقاش طعم والسي فود طعم تاني. حطيت هنا حوالي معلقتين او 3 كبار ورق شبت مفروم ناعم، مع نص ربطة بقدونس اخضر مفروم الاوراق بس ما باخدش العيدان. واسيب الخضرة دي معاه برضو غلوة واحدة كده عشان ريحة الشبت تطلع في الطعم يبقى تحفة. هنا كنت سلقة مكرونة شرايط، كنت سلقة زي ما قلت لكم كيس ونص، لان انا خدت نصه لنص الصلصة التاني. وانتوا تقدروا كمان تحطوا مكرونة فرن، يعني تسلقوا مكرونة فرن بدل المكرونة الشرايط. خلاص كده الطبق خلص هنغرفه. هنا بقى التتبيلة اللي انا هقلي فيها السمك. هنا كان معايا نص كوباية دقيق مع معلقة كبيرة من النشا، تبلتها بملح وفلفل وبابريكا وكمون وكزبرة وشطة. تبلت الدقيق بالنشا ده، دي الخلطة بتاعت القرمشة اللي هتخلي السمك مقرمش جدا. بعد ما اغطيه كده كويس جدا على كيس تلاجة، انا بحب دايما على كيس تلاجة اي حاجة هعفرها بدقيق او بقسماط، الكيس ده بيريحني ما بيخليش، يعني بيخلي الدنيا نظيفة حواليا. بعد ما اخلص بلم الكيس يبقى الرخامة زي الفل. هركنه على جنب، وبعد شوية هرجع اعفره تاني وارجع انزله في الزيت سخن وغزير. بس للأسف مقطع الزيت ده ما كانتش الكاميرا بتصور. انا اكتشفت بعد ما طلعته من الزيت ان الكاميرا فاصلة ما بتصورش حاجة. بصوا يا جماعة، تحفة وبيبقى مقرمش جدا جدا. ودي خلطة لأي نوع سمك عايزة تقليه. وهسيب لكم رابط بتاع السمك المقلي بطريقة القلي بتاعه من مطعم في اسكندرية عشان يبقى مقرمش، هسيب لكم اللينك في التعليقات. بصوا الجمال بقى. اتمنى تعملوا الطبق ده لاولادكم، هتنبسطوا جدا منه. الطبق اكله خفيفه وظريفه، يمكن تكون مكلفه شويه، بس من وقت للتاني برضو لازم ندلع اولادنا ونعمل لهم اكلات المطاعم جوه البيت. والله صدقوني ارخص بكتير جدا جدا من بره. الطبق اصغر من ده لفرد واحد ب 250 جنيه في المطعم اللي انا بقول لكم عليه. الطبق الوجبه لفرد واحد بس، لكن في البيت هتعملي بال 250 جنيه هتأكلي 4 أفراد. سلام عليكم ورحمة الله.